السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فحديثنا الآن نستكمل به ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النوراني البديع، بعد قوله عليه الصلاة والسلام: واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي. قال صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك مخبتا إليك أواها منيبا. ودي الفقرة الثانية أو الجزء الثاني في هذا الحديث الوجيز الجميل، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: رب أعني، حتى وصلنا إلى رب اهدني ويسر الهدى إلي، ثم قال: وانصرني على من بغى علي، ليبين لك أنه وهو صلى الله عليه وسلم مستهدف، وهو أكرم الخلق، مستهدف من العصاة والبغاة والساقطين والساقطات. ينبغي أن يكون كل مسلم على دراية من هذا. يقول جل جلاله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الله، ما كل إنسان أنت ما إن شاء الله يعني اللي يخش الجنة يعني ويجي يقابلني ما يخش يقولوا ما قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا. أنت في الجنة بتقول له أورثنا الأرض. أورثك إيه؟ قال ما هو كل مولود بيولد أو كل مخلوق له مكانين، مكان في الجنة ومكان في النار. أهل الكفر إن شاء الله ما يروحوا جهنم، يبقى أهل الجنة هياخدوا مكانهم، المكان الحقيقي بتاعه، ومكان الكافر هيضم إليه يرثه هو. يبقى البغي والعدوان ده لصالحك أنت، إما أن يكون مكفر لسيئاتك أو رافع لحسناتك أو موسع لقدراتك أو إلى آخره. يبقى إذن ما تستغربش إذا اعتدي عليك وأنت من أهل الطاعة وأنت من أهل العلم. وأنت النبي عليه الصلاة والسلام أول ما اتقال له من سيدنا ورقة قال: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، استغرب. ده أنا فيهم الصادق الأمين، ده ما فيش حد بيأمن على ما عنده من غوال إلا بيجيب هني. ده أنا المعروف. ولهذا قال له: أو مخرجية هم هيخرجوني. قال له: ما جاء نبي قومه بمثل ما جئت به إلا أوذي وعودي، وليتني أكون فيها جزعا. جزعا يعني جدع، تعرفين فلان جدع، من الجذعة اللي هي سقطت مقدمة أسنانها وصارت إيه؟ شديدة. ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، ولئن ليتني لأنصرنك نصرا مؤزرا. ومات قبل أن يبعث عليه، ومات قبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم، إنما هو كده نبئ. ولهذا هو عند الجمهور معدود من الصحابة، لأنه أعلن عزمه: يوم ما تبعث أنا معك. ثم مات بعد ذلك. فما من أحد هيقوم بدور الصلاح أو يعرف فيه الصلاح والاستقامة إلا سعادة من أهل الانحراف، لأن أهل البغي وأهل الانحراف هيخافوا على نفسهم منه. ومش عايز يعني أسترسل في هذا وأدع بقية هذا لفطنة وذكاء السامعين. بعدها قال: رب اجعلني لك شكارا. شوفوا الإيقاع الموسيقي الرفيع الشفيف الرنان
اللي يملأ الوجدان، نغم مفعم باليقين يفوح بالمسك ومتضرع بالجمال. اجعلني لك ذكارا لك شكارا. لك مطواع. اجعلنا ده كلها اجعلنا عشان هنيجي في اجعلنا دي. لك مخبتا اليك اواه منير. شكارا. شكار صيغه مبالغه من الشكر، ومعنى شكار اللي هي قال فيها ربنا جل جلاله وإذ تأذن ربكم. تأذن يعني أعلن، يعني حكم وأعلن، وجالك الإعلان على يد رسول مش على يد محضر. أعلن قال إيه جل جلال ربنا؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. بعدها قال وآتاكم من كل ما سألتموه. يبقى كل نعمة تحس بها تشكر ربنا عليها يزيدك منها. المية بتفتح الحنفية نزلت مية الحمد لله، هتلاقي المية هتتقطع بعد شوية عند جيرانك والمية لسه عندك. العطل صلح أو تصلح وأنت نايم إلى آخره. لئن شكرتم لأزيدنكم. ففي شكور وفي شاكر وفي شكار. شكار فعال، زي ما كانوا بيقولوا لنا في النحو انه لقتال بوائقها، يعني عمال يدبح في النياق. فعال دي يعني اسم فاعل ملازم له، او لا اسمها صيغه مبالغه، اسم فاعل شاكر. شاكر هنا شكارا. الاول ذاكر هنا ذكارا. رب اجعلني لك شكارا. يبقى اذا النعم المحيطه بي ألهمني شكر كل واحدة منها، فإنه الدعاء راجع لك أنت. فإذا ما شكرت زادك الله. فإذا ما جعلتني لك شكارا فأنا مستزيد من نعم الله رب العالمين، لأنه هو الذي قال لئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وعليه انظر في النعم التي حولك، انظر في سلامة أعضائك، انظر في سلامة حواسك، انظر في تيسير الحال لزوجك، انظر في تيسير الحال لأولادك، انظر في نعمة أن الله رزقك جيرانا ذوي خلق. كل نعمة كل حال شوف ضده. بهذا تكون شكارا. فما يقول رب اجعلني لك خير الخلق يقول اجعلني لك شكارا. ايه رأيك بقى في نفسك؟ ايه رأيك في عملك؟ ايه رأيك في غفلاتك؟ ايه رأيك في اعراضك؟ رب اجعلني لك شكارا. وقبل ما نخش في الثانية هنقف بس عند جعله. قبل كده أنا قلت لحضراتكم في موضوع القضاء وموضوع القدر، قلت لكم في القضاء والقدر في قضاء تنسيت طبعا شرعي وقضاء كوني، والقدر في قدر شرعي وقدر كوني. وعليه كل أفعال الله جل جلاله وأحكام الله وكثير مما عرضه من آيات الله هي نوعان، نوع شرعي ونوع كوني. الشرع علي فيه واجب العبد عليه ان هو يحدد موقفه من النوع. فيه حكم، فيه إذن، فيه أمر، فيه قضاء، فيه قدر، فيه جعل.
حدد انت هتتعامل مع اي نوع من النوعين دول. فيه جعل شرعي وجعل كوني، زي ما فيه قضاء شرعي وقضاء كوني، وزي ما فيه قدر شرعي وقدر كوني، وزي ما فيه حكم شرعي وحكم كوني. قبل ما تقول لي ما المراد بهذا، ودي بطلبها من الدكتور جمال، ايه المطلوب من الانسان تجاه قضايا الجعل والحكم والامر والاذن والقضاء والقدر؟ احدد النوع اللي انا هتعامل معاه. اي نوع هتعامل معاه هو محدد مطالبه مني. اعمل المطالب تيجي النتائج. اخلط ده بده هضل على طول اعيش ملخبط واموت ملخبط وابعث ملخبط برضه ان شاء الله. رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصير، اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احنا قلنا في القضاء نوعين، قلنا الامثله من القران الكريم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ده اسمه قضاء شرعي. ده اللي انا ممكن افعل فيه او لا افعل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دي اراده. انما امره اذا اراد شيئا، دي اراده. طب انا في اليسر والعسر دي شرعيه. طيب اذا اراد شيئا ان يقول لا، دي كونيه. طب انا مع القضاء الكوني، ما الواجب علي؟ اقول لك طب انت عرفت الواجب عليك في القضاء الشرعي؟ انا مع القدر الكوني، يقدر الله الليل والنهار، ده قدر كوني ماليش دخل فيه، علي فيه واجبين. الشهر 9 اقدروا له، اقدروا له ومن سنة وقدره تقديرا. في ده قدر شرعي، ده قدر كوني. الشهر كذا كذا فاقدروا له، ده قدر شرعي. طيب الجعل، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ده جعل ايه؟ شرعي. عايز تروح تحج، في جعل شرعي عليك واجبين. طيب جعل الله وجعل الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا، ده جعل كوني. معايا كده؟ واضح؟ في النوع الشرعي واجب عليا حاجتين، في النوع الكوني واجب عليا برضه حاجتين. اي حاجه كونيه واجب عليا حاجتين. الجعل الكوني واجب عليا حاجتين، الجعل الشرعي واجب عليا حاجتين. طيب الامر الشرعي واجب عليا حاجتين، ان الله يامر بالعدل والاحسان، واجب عليا حاجتين. الامر الكوني، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر اذا اراد شيئا، الاراده كونيه، واجب عليا حاجتين. الاذن الشرعي، ودي الاثنين موجودين في سوره ال عمران. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلوهم بإذنه، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قامت على رسولها فبإذن الله، سورة الحج. طيب في ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه، اما يجي ربنا بقى يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. الإذن هنا شرعي ولا كوني؟ اوعى تقول شرعي، يعني معناها ان ربنا قال لهم روحوا يلا قابلوا الكفار عشان يقتلوكم. اوعى تقول ده اذن شرعي، ده اذن كوني. يعني ايه اذن كوني؟ يعني اسأتوا فعليه، ده اذن كوني. ما اخصوش بالاسباب، وان تطيعوه تهتدوا، ما قطعتهوش في احد، فاصابكم ما اصابكم بالاذن الكوني مش بالاذن الشرعي. ارجو الكلام ده يكون واضح. يبقى اذا في قضاء شرعي، قضاء كوني، في قدر شرعي، في قدر كوني، في امر شرعي، في امر كوني، في حكم شرعي وان احكم بينهم بما انزل الله، في حكم كوني لما قال سيدنا يعقوب وادخلوا من ابواب متفرقه وبعدين الاخر قال ان الحكم الا لله. ده الحكم الكوني. ماشي كده؟
شفنا الإذن وشفنا الحكم وشفنا القضاء وشفنا القدر وشفنا إيه كمان، وشفنا الإذن. كل حاجة يا نوعين. على العبد في كل نوع، عند كل نوع واجبين. أنا داخل في القدر الشرعي، ربنا يقدر الليل والنهار، يبقى إذن أريد أن أصلي الفجر في جماعة وربنا قدر الليل والنهار، يبقى المطلوب عزم وإصرار. عايز أحج، جعل الله الكعبة بيت الحرام، مطلوب حاجتين، عزم وإصرار في الأول. طيب، أريد أن يأذن الله رب العالمين لي بالنصر على الأعداء. ولقد إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يبقى أعمل إيه؟ عزم وإصرار. لا الحديث اللي قلناه فإذا دعوتم الله فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة، عزم وإصرار. يبقى أعزم وأصر، اللي هيخليك تعزم وتصر على أن تدعو إن أنا أتجنب الحوائل اللي بتحول بيني وبين الإجابة. يبقى العزم والإصرار. يبقى عندما يكون النوع نوعا شرعيا مطلوب مني حاجتين، العزم والإصرار. وأذن في الناس بالحج، أعزم وأصر. كتب عليكم الصيام، أعزم وأصر. طيب، عزمت وأصريت، وبعدين يسر الله لي رب العالمين وأعانني وصمت. الأمر الثاني بقى الذكر والاستغفار. الذكر والاستغفار. أريد النصر، داخل أريد الشهادة، العزم والإصرار. إذا جاء نصر الله والفتح، العزم والإصرار. نجحت والحمد لله، تحسونهم بإذنه وربنا نصرنا على أعدائنا. اوعى تأخذك الغرور. فسبح بحمد ربك واستغفره، ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره. صمنا وعيدنا لتكبروا الله على ما هداكم. اوعى تقول جانا العيد، اهو جانا العيد العيد لتكبروا الله على ما هداكم. ليه نكبر؟ ده في كل الطاعات، الذكر والاستغفار، عشان نستدرك ما جاء في الطاعة من خلل وسهو وضعف. يبقى أي نوع من أنواع الأمور الشرعية من قضاء شرعي واجب عليها حاجتين: ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا. أنا أريد أن أحسن إلى ولدي، تعزم وتصر. أحسنت، ومن الإحسان إلى الوالدين زي ما قال سيدنا الإمام الشافعي: ما ترفعش عينيك قدامه وأنت بتتكلم، ولا تقيم عليه حجة. يعني لقيت حجته ده اوعى تقيم عليه الحجة. روح لواحد صاحبه وتقول له: معلش والدي شايف كذا والحق إن هو في كذا، أتمنى إن ربنا يوفقك وتستطيع تدخل عليه القضية بما يريحه. إنما ما تقفش وأنت كذا. ابنه مش هقول حاجة تانية، تقول له: لأ أنا قلت لك وأنت ما عملتش. ده قلة أدب وعقوق. والله رب العالمين ما توعد على شيء مثل ما توعد على العقوق. ومن العقوق أن تجتهد لتقيم عليه الحجة أو ترفع عليه الصوت. ده بياخدوها دلوقتي، ده العيال دلوقتي بينادى ابوه بالاسم. الواد: وانا مش قلت لك؟ ده قمة العقوق. ومعنى عقوق ايه؟ يعني اوعى تظن يا ابني كذا. انت بتصوم واعرف قليل ادب وقال لابوه قدام شهود، ولعله قدامي ما قال له انت كذاب والله العظيم، وقال له انت ايه؟ انت مغرور. ده قال له والله الكلمه القذره، بيقول له انت عار، الناس بيقولوا عليك ان انت عار. بقى شيل النقطه. والولاد ده قالوا لي بيصوم حتى الستة البيض، قلت والله العظيم ما ينفعوه. ليه؟ ما ده كله رايح للي اعتدي عليه، لان ده اعتداء عليه، لم يعتذر. لهذا قضى، مش هو لا، عشان تكون طاعه، العزم والاصرار. عزمت واصريت ووضبت حالي ان انا اقوم اصلي الفجر، طلعت عليا الشمس. قال الرسول عليه السلام: ما من رجل يكون له
قيام بليل فينام عنها إلا كان له على نومه صدقة. ده أنت هتاخد كمان بقشيش لأنك عزمت وأصريت، وبعدين هتستغفر بعد الأداء. يبقى أشوف النوع ده نوع إيه؟ طاعة الوالدين، بر الوالدين، ده شرعي ولا كوني؟ شرعي. يبقى واجب عليه حاجتين. الحاجة الأولى العزم والإصرار. الحاجة الثانية بعد ما أطيع وبعد ما أقف كما أمرني الشارع وبعد ما وأنا ماشي برضه أستغفر ربنا. ليه؟ لما طلع على القلوب ربنا ربما صدرت مني حاجة ضاق بها صدر أبي. والله قالوا عن بعض الصالحين كان يعني أمه اتحايلت عليه إنه يأكل معاه، أبى. اما سئل رضي الله عنه قال أخشى أن وأنا أكل معاها نفسها تتعلق بلقمة في الطبق، يعني هتغمس لقمة ويدي تسبقها فيضيق صدرها وأنا لا أدري. دول الناس اللي ربنا يسر الهدى لهم. أنا أعلم محامي والله ولعله يعني على صلة بي، وقف قدام القاضي عايز يحرم أمه من الميراث، فرفع لها دعوة إن هي مطلقة قبل أن يموت أبوه. فوقف قدام القاضي بيقول له مش دمك، قال له مطلقة أبي. الأب ده والله كان هتدخله القفص لولا الأستاذ كمال الله يكرمه تشفع وتوسل إلى القاضي بشرف بحق الزمالة وقال له يعني أمهلنا شهرا، حتى راح رد إليه للأسف خريج كلية شرعية. أمه مرضت قعدت 3 سنين حتى والله ظنت إنه هو مات، ولأنها عارفة إنه على صلة بيا والله العظيم قالت فلان مات وأنتم مخبيين عني، وما كانش مات. وده من لعن ربنا ليه وغضب ربنا عليه. له قريب اللي هو الغرب. في قضاء شرعي واجب عليه حاجتين: العزم والإصرار. التابع هذا أو الرجل هذا يقولوا يعني إيه، أمه ألحت والناس كان بيتعلق بعلل كثيرة وكل يوم على ما جاء ما ماتت بيسألوه ده، قال لا والله أنا خشيت أنني أقعد معاها على طبق يدي تسبق إلى زاوية من الطبق تكون هي نفسها تعلقت بها. شوف لحد إيه. والله سمعت بقول له يا حودة ده أبوك يا ابن كاسي، والله العظيم موجودات وبتصوم 2 وخميس وبتحج ومش عارف وبتتنيل على عين اللي جابته. احنا بيننا وبين الإسلام مسافات كبيرة. هؤلاء تقول يسر الله الهدى لهم. إذا نيجي في القضاء قضاءين، يبقى في قضاء شرعي واجب عليه حاجتين: العزم والإصرار. وبعدين قعدت وكذا وكل ما أخرج أستغفر ما عساه أن يكون وقع مني من لحظ العين أو لفظ ضاق به صدر أبي، لازم أستغفر. ولازم معايا ده في القضاء الشرعي. طب في الكوني فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل، فأنا أمام قضاء كوني عايز أمشي هسافر ومش عارف إيه، يبقى واجب حاجتين: أنت هتسافر وكده بقضاء ربنا. الإعداد، عايز أروح هحج على جمل، جهز الجمل. طب هحج جهز النفقة. يبقى الإعداد. طيب جهزت وجاي أروح القرعة، كانت القرعة ب10,000 لقيتها ب20. هنا بقى الثاني المطلوب الرضا بالقضاء والقدر. يبقى الرضا بالقضاء والقدر جاي في الشرع ولا جاي في الكوني؟ في الشرع. لا يبقى نصيب الله يخرب بيتك. لا حول ولا قوة الا بالله. جاي في الشرع ولا في الرضا بالقضاء والقدر؟ ما يجيش في الشرع. بالك لو جاء في الشرع يبقى عامل زي الاحتفال بالعيد بقى، رضانا جانا العيد اهو، جانا ليه وصمنا. الرضا بالقدر لا يكون الا في الكون.
انما لو في الشرعي ربنا جل جلاله كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما غضش بصره، فما عزمش وما اصرش ووقع في الزنا، يرضى؟ قادر، قالها وبيقولوها. انا هعمل، انت عايزني اخالف اراده ربنا؟ قالها والله الشيخ المطمطم، عايزني مش اراد ليا، مش اراد بيها الزنا، اراد انما ما كتبوش عليك، انما اللي كتبوا عليك ان انت لما هتعمل كذا لازم تاخد كذا. اما تضرب 5 في 6 اللي كتبه، مش ال30، هو كاتب ال5 في 6 لازم تجيب 30. يبقى الرضا في القضاء، الرضا في القدر، الرضا في الكون، الرضا في الجعل، الرضا في الإذن، ما يكونش في الشرعي. في الشرعي يبقى غرور يحبط العمل. يكون في الكون، يبقى لما تزل به القدم ربنا قال له من الكون ان ربنا جل جلاله كما قال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى في الكون الا انثى في المشرق ورجل في المغرب لحن كل منهما الى الاخر. يبقى في الكون هنا لابد انني اخذ بالاسباب. يبقى لازم اتجوز، عشان تتجوز لازم تشتغل، وتشتغل لازم تجيب فلوس، لازم تحوش. رحت اتجوزها ماتت، ده الرضا. انما حول ولا قوة الا بالله. انما كل المؤمنين يغضوا. تعمل ايه؟ زي ما قال لي: يا رب انا من لحم ودم، انا هعمل ايه؟ قل للمريحات في الثياب الاسود: ماذا فعلت بعابد مترهب قد شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، بالله ردي عليه صوابه وصيامه، لا تقتلوه بحق دين محمد. بالله عليكم هعمل ايه؟ انا مش لحم ودم، انا داخل اصلي لقيتها بالحجاب الاسود وبصبصت. طب ربنا قبل كده قال لك غضوا. طب كنت اعمل ايه؟ لا روح امك، كنت تعزم وتصر على ان تباعد بينك وبينها. ما عزمش وما اصرش، لازم تقع في السلطان، والا ما يبقاش تبقى صنعه ربنا ضعيفه. ولهذا بعدوا بين انفاس الرجال والنساء. ما قال كده ده مش تقر النساء، لا ده مش عايز يعملها سلعه. ولا يريد صلى الله عليه وسلم ان يجعل للمراه اللعوب سلطانا على ضمير وفكر وفقه الرجل واحكامه. قال لك باعدوا بينهم، قال باعدوا بين انفاس، ما بعدناش. والمرأة قال لك أخرهن من حيث أخرهن الله. لا، ليديز فيرست يا أخي، ليديز فيرست. جت قالت لك: اخصى عليك يا محمد، هتدب، لازم تدب ركب، لازم تستحك ركبك في بعضها لأنها خلقت لهذا. بس يكون جوه، لا هي خرجتها بره. ما تجيش بقى وقعت تقول ده قدر ربنا. لا، ما تقولش قدر ربنا. قدر ربنا إن ربنا جل جلاله أمرك بكذا، إن كل شيء خلقناه بقدر، ده معنى القدر. اعمل كذا ما عملتش، لازم تقع في سلطان الهوى. وده اللي قاله سيدنا الشافعي: نفسك ان لم تشغلك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ربنا ما خلقش الغرائز علشان تتحنط وتكبت وتتحط على الرفوف زي ما الكنائس. لا، الغريزه خلقت لتعمل، وعلشان تعمل الا تعملي هنا. لا، ما تعمليش هنا وهات لي السلوك دي وهنضرب ببعض كده ونعمل تاتش ونعمل شرار. لازم تولع ويولع في الدنيا. لهذا في الشرعي تعزم وتصر، في الكوني تعد. عايز اجيب الامتياز، لا انا عزمت واصريت اجيب امتياز، ما ينفعش. تعد من اول السنه، هيروح لسناتر، هيجيب ملخصات، هيختار المدرس، ده اسمه اعداد اجيب امتياز. دخلت الامتحان، ابويا مات لي في الامتحان، امي ماتت وانا ماشي، اختي مش عارف ايه، جالي خبر ايه، ما جبتش امتياز، جبت جيد جدا. هنا يجي الرضا بالقضاء والقدر، القدر الكوني والقضاء الكوني. انما في قضاء شرعي بقى، ان عصيت ابويا، قلت ادب على ابويا، خلاص ده قدر ربنا وارضى. لا، الرضا ما يكونش هنا، ده غضب ربنا يكون هنا، كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الشريف الصح قلتها لكم، يعني لعن الله ثلاثا، قلتها لكم الثلاثه او لا، ومنها والعق والديه، الظالم والعق لوالديه، الثالث اللعين الملعون مهما عمل. فانت ما
أحسنتش لابد أن تلعن. ومن اللعن إن أعجل العقوبة هتكون في ولادك. ولهذا قلت له، يعني بيقولوا قلت له نادي يا فلان على ابنه وقول له يا ولد هتشرب الحشيش امتى؟ لأن أصل لا، أنت وجعت أباك بأنك بتشرب حشيش، لابد أن يوجع الله قلبك، يا ياخد ولدك يا يفسد عليك زوجك، يا إما ينيلك من ولدك مثل ما أنلت أباك منك. والعظمة الحديث هنا اللي أنا قلت لكم قبل كده، ولعنة الوالد على ولده، ما قالش ولعنة الوالدة ليه؟ لأن دي مش محل، دي قريبة ومش بعيدة، إلا البعيد إن ممكن راجل قدام راجل ينسى إن هو أبوه وراجل لراجل وينطح بقى، إلا دي. ففي الشرعي واجب حاجتين اتنين قبل العمل، حاجة قبل العمل وحاجة بعد العمل. في الكوني واجب حاجتين اتنين، حاجة قبل العمل وحاجة بعد العمل. الإذن الشرعي، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. أنت رايح تجاهد لازم تاخد العدة إيه؟ في الشرعي العزم، أولا العزم والإصرار. في الشرعي العزم والإصرار. دخلنا وانكسرنا، يبقى الواجب الثاني بقى العزم والذكر والاستغفار. ده في الشرع. انما في الكوني وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. في الاول الاعداد، ومن الاعداد توطين النفس على طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام وتاديبها على ذلك. اعددنا ودخلنا المعركه، انتصرنا، الواجب الثاني الاستغفار. الواجب الثاني يبقى عدمنا وصلنا الرضا بالقدر على اي حال كان في امر القدر. خلاص انكسرنا في اول الامر وكذا وكذا، هنا ياتي موطن الرضا بالقدر. انا اتكلمت هو في الحكم، وهنحكم بينهم بما انزل الله. هحكم بما انزل الله واجب علي حاجتين. الحاجه الاولى لما اقعد على المنصه المجلس بين خصمين، حتى ولو كان هحكم بين الطلاب في الخطوط، الحاجه الاولى العزم والاصرار على ان احكم بما انزل الله. حكمت قلت انت كذا وده كذا، وانت مطلقه وانت كذا وانت، خلاص هنحكم. يبقى عملت ايه؟ العزم والاصرار. بعد ما حكمت ورضوا اذكر واستغفر فسبح حمد ربك واستغفره. استغفره من ايه؟ مما عسى ان يكون قد ورد بخاطري ان الناس هتقول عليا فلان هيعمل ايه، بس دي بنت فلان بدي استغفر. يبقى في الشرعي حاجتين اتنين، قبل العمل حاجه وبعد العمل حاجه. في الشرع قبل العمل العزم والاصرار، بعد العمل الذكر والاستغفار. في الكون وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله الاعداد، ثم الرضا بالقدر على اي حال كان. وما فباذن الله يبقى اصابنا يوم، يبقى اذا عملنا اعدادنا خدنا نرضى بالقدر. فالرضا بالقدر يكون في الشرع ولا في الكوني؟ الرضا بالشرع. لا، الرضا في الكوني. الرضا يكون فين؟ في الكوني ولا في الشرعي؟ في الكوني. والا لو دخلت بقى الرضا بالقدر في الشرعي يبقى اللي بيزني بيرضى وما يتقلبش، ده قدر ربنا. يا رب انا من لحم ودم، وكنت اذا ما ذكرتها لا ادري اصليت الظهر 4 ام 8، هعمل ايه يا رب؟ لا يا حبيبي، ده مش قدر ترضى بيه، ده قدر تضرب نفسك بالجزمه فيه. ليه؟ لانك خالفت. يبقى اذا ما عزمتش واصريت، يبقى اذا وقعت تستغفر وتسبح، حتى لو ما وقعتش تستغفر وتسبح في الشرع لتجبر ما حصل في الشرع من خلل. بقول الكلام ده ليه؟ عشان لما هنقول اللهم اجعلني فيه جعل شرعي وجعل كوني، وهذا موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله، إذا يعني أذن المخرج الأستاذ صهيب. والله والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.